السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده نعمل مع بعض احلى اكلة ان شاء الله تعجبكم جدا. اكيد انتوا عرفتوها من الصور. الكشري المصري بجد جميل جدا وموفر جدا. يعني ينفع كده في اخر الشهر كده اخر الاسبوع، بيمشي الحال. وبرده مش مكونات، يعني هو مكوناته كتير بصراحة بس مش مكلف. يعني ربع كيلو مكرونة قلم، على ربع كيلو مكرونة سباجيتي، على نص كيلو رز، على ربع كيلو شعرية. هتلم الليلة ومش هيكلف معاكي 20 جنيه على بعضه. بجد هيعجبكم جدا ان شاء الله. طريقتي هتعجبكم. انا عملت معاكم قبل كده على القناة طريقة عادية زي اللي هو من جوه من بره، وعملت معاكم قبل كده طريقة اللي هي الحلة الواحدة. المره دي بقى عامله لكم بطريقه ثالثه هتعجبكم ان شاء الله. اول مره اعمل الطريقه دي. عملت الرز بطريقه مختلفه شويه فخلاله كده تكيه حلو قوي. ان شاء الله يعجبكم. اللهم صل على سيدنا محمد. بدات اول حاجه بعمل الصلصه عشان بكل العيون كده ايه عليها حاجه من الكشري عشان اخلصه كله مره واحده. ما افضلش حاجه اخلصها، لا هيطول معاكي. لا انجزي كده وشغلي العيون كلها وكل واحد عليه حاجه. زي ما انتم شايفين انا اول واحده حطيت عليها التقليه بتاعه الصلصه، والتانية حطيت عليها المكرونه بعد ما الميه طبعا سخنت. سنه ملح مع معلقه زيت. وبعد كده غليت حطيت لها المكرونه، حاطه مكرونتين. اي نوع مكرونه انت حباه. في ناس بتحبش الاسباجيتي في الكشري، براحتكم. اي نوع مكرونتين كده حطوه عشان يبقى شكله حلو كده زي بتاع بره. زي ما انتم شايفين كده، ده العدس اللي هو الجبه او العدس الاسمر على حسب ما انتم بتقولوا. سايباه برده غسلته كويس ونقعته ودلوقتي بسلقه مع شويه ملح على شويه كمون وسبته على البوتاجاز. اللهم صل على سيدنا محمد. رجعت تاني للتومه اللي هي بتاعت الصلصه. اول ما تصفر كده مش تحمر، لا انا عايزاها تصفر بس. هنزل عليها بمعلقتين خل. اعملها طشه كده زي طشه الفته. تمام كده. بعد كده اللهم صل على سيدنا محمد. هنزل عليها بالصلصه. الصلصه دي انا مسبكاها اصلا، فهتلاقيها اصلا ما شاء الله، يعني كنت مفرزاها، فتلاقيها ما شاء الله متسبكه تقيله، يعني مش هتاخد وقت على البوتاجاز اصلا. اول ما العين تفضى هحط اي حاجه بعديها عشان اخلص من الكشري كله مره واحده. تمام. بعد ما حطيت معلقتين الخل، اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي بقى هنزل بالصلصه. ايوه كده تمام. الصلصه نزلت بالصلصه. هنزل بقى بشويه ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره. بصي يعني الكشري عايز تحبيشات توابل كده. تمام. هو توابله كله زي بعضه، ملح وفلفل اسمر، ملح وكمون وكزبره. بس الصلصه عامه انا بحب احط فيها فلفل اسمر. تمام كده. بس كده. وهسيبها على البوتاجاز تاخد غلوه واحده لان هي اصلا متسبكه. وبعد كده ايه اللهم صل على سيدنا محمد. هندخل على البصل. انا بشرت البصل، بحب ابشره كده، بشره فيه عشان يطلع معايا مقرمش. بضيف له ايه بقى بعد ما ببشره كده بالمبشره اللي وريتها لكم دي؟ بجد جميله جدا، بتبشره معايا سهل جدا. المبشره بتبقى اسهل من الكون تقطعيه كده، بيبقى تخين وبيبقى معاكي مش مقرمش مهما اتقلى يعني. تمام كده. بخليه كده رفيع. دي بصلتين متوسطين. حطيت عليهم معلقه نشا. وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد حطيت مع نص معلقه ملح، يعني على حسب الكميه اللي انت عاملاها. لو كميه قللي الملح عشان ميبقاش محادق معاكي قوي التقليه بتاعتك. تمام كده. زي ما انتم شايفين بدعك كده النشا في البصل كويس عشان تبقى ايه بتقرمش معايا. يعني بصوا كده فردته عن بعضه، الحلقان كلها فردتها عن بعضها. وطبعا تنزل على زيت سخن جدا زي ما انتم شايفين كده. بعد ما عملتهم في النشا والملح هنزل بقى على طول في الزيت سخن. هيبدا ان هو ايه مع نفسه بقى، وكل شويه اقلبهم، كل ما احس ان شويه اتحمروا هقلبهم لغايه ما كلهم ياخدوا لون واحد. تمام كده. ويدي التحميره اللون الدرجه اللي انت عايزاها. وبعد كده طلعيهم. انا هطلعهم في مصفى عشان يصفي الزيت اللي فيهم كله وينشف، ياخد شويه هوا فايه يقرمش معايا. تمام كده زي ما انتم شايفين. هسيبهم بقى مع نفسهم شويه لان هياخدوا وقت في القليه، مش هيتقلوا بسرعه طبعا. في ناس بتحب تعمل الخطوه دي في الحله بتاعه الرز، وبعد كده بتصفيهم وبعد كده تكمل الشعريه بقى وتحمر الشعريه والكلام ده في نفس الزيت. انا ما بحبش لان بيغمق الرز، وانا ما بحبش رز الكشري يبقى غامق كده، بحبه يبقى فاتح. هنا اللهم صل على سيدنا محمد بوريكم العدس، وهنا بوريكم بحمر الشعريه عشان الرز. بصوا شغاله كله على نفس الوقت، كل العيون شغاله. هنا الصلصه بقول لكم ان هي استوت خلاص. غليت غلوه ووقفت عليها لان هي ما شاء الله تقيله ومتسبكه مش محتاجه اصلا. انا بس حبيت ان هي تاخد غلوه في التقليه بتاعتها. هنا اللهم صل على سيدنا محمد. هبدا اعمل الدقه كده خلاص. كنت عرفت اشطب الكشري، فكنت ايه قلت اخلص الدقه بالمره عشان ما تبقاش سخنه واحنا بناكل فتبرد شويه. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كنت سلقت المكرونه وشلتها هوريها لكم دلوقتي طبعا.
هنا بعمل الدقه على السخن ازاي، هقول لكم طريقتها جميله جدا وسهله. وبتبقى طعمها احلى ما تعملها على البارد. انا كنت على طول بعملها في الخلاط وكده، بس ما ساعه ما جربت الطريقه دي وانا على طول بعملها. بعمل فيها ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، بحط زيت كده في الطبق، يعني معلقتين 3 زيت، وبنزل عليهم ب3 فصوص توم، تكونوا طبعا دقاهم او فرماهم اي حاجه. بعد كده بقلبهم، ما تقلقش من الحاجات دي كلها لان انا بصفيها في الاخر. تمام كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما حطيت الزيت وعليه التوم، بسيب التوم كده يصفر شويه، مش يحمر يا جماعه عشان ما يمررش معاكي الدقه. انا بحب ايه يا دوبك بس ايه يبدا يدبل كده. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. اول ما يبدا يدبل كده هنزل عليه بالخل، وهحط بقى كل التوابل، بقى كل اللي انت عايزاه، التوابل اللي انت عايزاها حطيها. هنا زي ما انتم شايفين. هقلب بقى، بدات تصفر هي، هنزل عليها بالخل، يعني في مقدار فنجان خل. تمام. زي ما تحطي الخل حطي الميه، هتحطي فنجان خل يبقى فنجان ميه. تمام كده. انا هحط يعني تقريبا فنجان كده، ايوه. وبعديها فنجان، هو فنجان كبير شويه مش صغير فنجان كبير شويه خل، وقده ميه. تمام. عشان ما تبقاش ممرره معاكي، او ان هي مزعه قوي او مزه قوي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بعد ما حطيت الخل هعصر ليمونه كامله. قسمتها وكده وهعصرها كلها. الليمونه شكلها عامل كده لان انا اصلا فرزان في الفريزر، فبطلعها تفك وبستعملها. تمام. لان انا مش حاطه ليمون في التلاجة، بيبوظ مني. لكن لما بحطه في التلاجة بطلعه وقت ما بستعمله، واحطه في كوبايه ميه كده وبيفك معايا على طول. اللهم صل على سيدنا محمد. المهم يعني بعد ما حطيت الخل، فنجان خل وليمونه، هحط طبعا كمون، زودي كده شويه كمون بيبقى مديها نكهه حلوه. مع نص معلقه كزبره صغيره، مع نص معلقه ملح، معلقه ملح قصدي، معلقه. تمام. هحط هنا دلوقتي بقى، اضيف الميه وهقلب كله مع بعض. اول ما تدي غلوه كده هبدا ان انا اصفيهم واحطهم في كوبايه على جنب يبردوا، عشان لما يجي اقدم الاكل يبقى ايه، الدقه مش سخنه قوي. هنا بقى كنت بحط الملح والفلفل، الملح والكمون والكزبره الناشفه. تمام. مع فنجان الخل، واحط دلوقتي قدهم ميه والليمونه. تمام. عشان ما انساش الليمون. انا بحب الدقه، بحبها حمرا شويه، فبحب اضيف لها معلقه صلصه. لا اما لو عامله حمص الشام، بحب اخد من ميته، لان برضو ميته بتبقى حمرا وبتدي نكهه حلوه. انا مش عامله حمص المره دي، لان مش بيتاكل عندي، ففي الاخر ايه، يعني اللي بياخد حبه قليلين وفي الاخر بيترموا، فبستخسر بصراحه الحاجه اللي بتترمي دي. فانا ما عملتش حمص الشام المره دي. تمام كده. بعد ما حطيت معلقتين صلصه، ضفت طبعا الميه، هتدي غلوه كده، يعني مش غلوه اللي هي، لا انا مش عايزه بس الخل يغلي كتير على البوتاجاز. فانا بس اول ما تبصوا في الجوانب كده بدات تغلي، هبدا هصفيها في الكوبايه. تمام. عشان تبقى جاهزه كده ايه للاكل على طول. اللهم صل على سيدنا محمد. ده هنا بقى هبدا اجيب الكوبايه واحط مصفى، اي مصفى عندك سلك، بلاش بلاستيك عشان هيبقى الدقه تبقى سخنه، عشان ما تسيحهاش خساره، فانت جيبي اي مصفى سلك. تمام كده. ويصفي الدقه كويس. اي حاجه بقى، توم، اي حاجه نزلت في الدقه او الكزبره بتبقى فيها اوقات حبوب كده، ما تعملش معاكي في الاكل. فالمصفى هتصفي كل حاجه وهتخليها يعني. ابص انا حطيت صلصه تاني لاني ما اقتنعتش باللون الاحمر بصراحه كده. بصوا بحبها قوي لونها تبقى احمر كده، ما تبقاش بيضه، لا بحبها محمره شويه. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا تبدا تغلي بقى، واعملها زي ما قلت لكم. جبت هنا الكوبايه، وجبت مصفى سلك. هنا الكاميرا ما كانتش عايزه تظبط، مش عارفه ليه، كل ما اعملها يمين تيجي شمال فانا هظبطها، وبعد كده تلاقيني بقى بدات اصفي لكم اللهم صل على سيدنا محمد الدقه. اي كوبايه عندك كوبايه، يعني اي كوبايه عندك، مش لازم كوبايه معينه. انا لقيت عندي المج كبير يعني ياخد الكميه كلها، فحطيت في المج. هنا بقى بصفيها، بصوا كل التوم بينزل ازاي. بصفيها بقى من ده كله عشان لما تيجي تاكلي ميبقاش فيها حتت توم او فيها حتت كزبره، لا تبقى ايه، متصفيه كويس جدا. والمصفى السلك دي اصلا ما بتنزلش اي حاجه خالص. بس كده زي ما انتم شايفين. هسيبها بقى تبرد على جنب. بقول لكم لايك للدقه، شفتوا لايك للدقه لو